السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد. تعالوا النهاردة بقى نعمل حاجة كده لزوم الشتاء والدفا. نعمل قرص طرية. هعمل النهاردة القرص الطرية بتاعتي باللبن الرايب. عندي كيلو دقيق في البولة هنا. حطيت هنا كوباية من اللبن الرايب. اللبن ده كان عندي جيت اغليه لقيته راب، فشيلته في الفريزر وبطلعه بقى استخدمه للمعجنات او للبيتزا او للقرص الطرية القراقيش. هنا معايا كوباية لبن دوبت فيها معلقتين سكر، ومعلقة خميرة. مش معلقة خميرة، كيس خميرة. هنا الدقيق بقى كنت حاطة عليه ذرة ملح، ونزلت عليه بمعلقتين بيكنج باودر او معلقة كبيرة. هحط كمان 3 معالق كبار زيت. كيلو الدقيق عندي هياخد كوباية زبدة او سمنة و3 معالق زيت. هنا طبعا انا عملت بالزبدة اللي احنا عملناها من وش اللبن. حطيت معلقة كبيرة سمسم. هبس بقى الدقيق كويس لحد ما الاقي الدقيق شرب من السمنة بتاعتي وبقى عامل زي الرملة المبلولة كده. هفضل بقى اقلب فيه لما ادخل السمنة في الدقيق كله. هنا بقى كنت قلبت كويس وكانت الخميرة معايا مع اللبن تفاعلت. بصوا، بسيته كويس. هنزل بقى. كيلو الدقيق هنا خد معايا كوبايتين ميه او كوبايتين لبن او كوبايه ميه وكوبايه لبن. هنا عشان انا عندي لبن رايب، فخد مني كوبايتين لبن رايب. اخدت اول كوبايه ودي الكوبايه التانية. طبعا ممكن نزود لبن بودر لو عايزين، بس انا ما كانش عندي فما حطيتش. هعجن بقى كويس لحد ما الاقي العجينه معايا طريه وتلم معايا. ممكن كمان نحط معاها شمر او كمون وحبه البركه. بس انا النهارده هعمل القرص بتاعتي بالعجوه فما حطيتش معاها اي حاجه. طبعا لازم خميره عشان تخمر معايا وتبقى حلوه. وكمان حطيت البيكنج باودر علشان يخليها هشه كده من جوه. ممكن لو ما عندناش لبن رايب ممكن نستعمل زبادي. هنا اللبن بتاعي زي ما قلت لكم انا مش جايبه لبن رايب من السوبر ماركت، لا انا عندي لبن حليب وراب مني وانا بغليه. فباخده كده اشيله في كيس في الفريزر، وبطلع منه لما اكون محتاجاه اللي هعمل معجنات، هعمل بيتزا، هعمل قراقيش او هعمل قرص طريه زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى كانت العجينه لمت معايا. العجينه في ايديا طريه وتحفه جدا. طبعا انا بقطعها وافردها او ابططها كده، واسيبها تخمر بعد ما بشكلها، يعني مش بخمر الاول وبعد كده اقطع. هنا بقى معايا نص كيلو عجوه. دي عجوه مفرومه جاهزه. احط عليها معلقتين زيت، او ممكن نحط عليها معلقه كبيره زبده، ونقلبها كلها في بعضها علشان نطري العجوه شويه ونعرف نستعملها. زي ما انتوا شايفين كده هقلب فيها لحد ما العجوه تشرب من الزبده او الزيت اللي احنا حاطينه، وتبدا تطرى معايا عشان اعرف اشكل منها. على فكره يا جماعه الموضوع ده كله ما خدش معايا ساعه او نص ساعه بالظبط، عجن وتشكيل، وسبتها ساعه كامله لحد ما خمرت. هنا بقى زي ما انتوا شايفين باخد قطعه من العجين على قد الحجم اللي انا عايزاه. وانا اول 3 كده او اول 4 طلعوا معايا كبار، وبعد كده بدات اظبط ايدي. باخد العجينه بفردها على ايدي شويه، واحط فيها حته من العجوه، وارجع اقفلها تاني واكورها واحطها في الصاج وافردها كده زي ما انتوا شايفين.
كيلو دقيق يا جماعة عمل معايا كمية كويسة جدا. طبعا لما بتستوي لو عندي عدد كبير وهناكل يعني هتخلص على طول، بسيبها في المطبخ في مكان متغطية بفوطة او حاجة. لكن لو عملت كمية كبيرة وعايزة احتفظ بيها، بشيلها في اكياس في الفريزر. بطلعها بقى من بالليل على الصبح بتكون فكت، او ممكن نطلعها نحطها في الميكرويف. مش بتاخد وقت وبتبقى زي الصبحة بالظبط. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، وابدأ افردها. انا قلت لكم ان اول 3 ما ظبطوش معايا، يعني طلعوا كبار مني شوية، وبعد كده ظبطنا الدنيا. نخلي بالنا يا جماعة واحنا بنخبز لو هنستعمل صاجات زي اللي انا مستعملاها دي، فالصاجات دي خفيفة، فما نحطهاش من تحت، او لو حطيناها على الرف اول رف خالص الرف التحتاني، بنخلي بالنا ان احنا يعني نشيلها بسرعة علشان القعر بتاع القرص ما يتلسعش. هبدأ بقى اكورها زي ما انتوا شايفين كده وافرد. هرصهم بقى كده جنب بعض، واحاول ما اوسعش قوي وما ضيقش قوي عشان ما تلزقش في بعض لما تخمر. طبعا انا مننساش ان هي لما تخمر بتعلى وحجمها بيتضاعف. هنا بقى بدأت اعمل حجم اصغر. هشكل بقى معاكم واحدة كمان. العجينة طرية جدا، ملمسها ناعم قوي، ومش بتلزق. طبعا احنا ممكن نعملها بزبدة بلدي، ممكن نعملها بزبدة صفراء، او ممكن اليان نيوزيلندي، او فرن، حسب ما انتوا عايزين. هنا بقى كنت خلصت خالص، ودي الكمية اللي طلعها كيلو دقيق. هي مش مكلفة خالص. هنا بقى هجيب فوطة مطبخ واحطها على الرخامة عشان الرخامة متبقاش ساقعة عليهم. هنغطيهم بفوطة كمان. هنا كنت بجيب فوطة احطها على الرخامة لان لقيت الجو ساقع في المطبخ. هنقلهم بقى على الفوطة زي ايوه كده، وهسيبهم بقى ساعة كاملة يخمروا، ونيجي بعد ساعة نشوف. بصوا هنا بقى القرص بتاعتي كانت خمرت. كنت قبل ما تخمر جبت السكينة وعملت لها فتحات كده من فوق. ده شكلها. هنا بقى كنت ولعت الفرن يسخن علشان ابدأ خبز. القرص الطرية بتتخبز على درجة حرارة متوسطة، علشان ما تنشفش. لو خبزناها على نار هادية هتنشف مني، ولو على نار عالية هتاخد لون من فوق ومن تحت ومن جوه تبقى ناعمة. هنا بقى كان الفرن خلاص سخن، وحطيت القرص زي ما انتوا شايفين انا حطاها على الصاج اللي تحت خالص. فهخلي بالي منها يعني 3 4 دقايق او مش 5 دقايق بالظبط وانقلها، علشان هيبقى القعر اخد لون. هنا بقى كنت نقلت صاج طلعته فوق، وهبدأ اشغل الشواية عشان ياخد لون من فوق. الصاجين اللي فوق دول هما اللي كانوا تحت في الاول، دول كده اخدوا لون من تحت.
هنا بقى كانت الشواية بدأت تديها لون زي ما انتوا شايفين، بس هي الكاميرا مفتحة، اللون مش باين قوي. اللي تحت دي كانت لسه. وعايزة اقول لكم فعلا انها طلعت تحفة معايا. هنا بقى كانت القرص بتاعتي كلها استوت زي ما انتوا شايفين. القلب بتاعها من جوه عامل زي الفينو بالظبط، وطرية وطعمها جميل جدا. هسيبها بقى تهدى شوية، وبعد كده هبدأ انقلها في حاجة تانية. هنا بقى كانت القرص بتاعتي هديت شوية، نقلتها هنا. بصوا من تحت عاملة ازاي، بصوا طرية ازاي، بصوا التسوية بتاعتها من تحت. بصوا بقى من جوه. طبعا عشان عاملينها بزبدة بلدي، فريحتها وطعمها مش قادرة اوصف لكم والله. هتجربوها هتعجبكم. بصوا. وبالهنا والشفا.